فنان تشكيلي محمود الببلاوي. بالنسبة للوحة بتاعتي أنا اللي هي مودرن ارت اللي هو الفن التجريدي الحديث، إن أنا بشوف المشهد قدامي وببدأ أعبر عنه بإحساسي. إحنا عندنا مقولة بتقول الفن تعبير عن الواقع وليس تسجيلا له. يعني أنا بشوف الواقع الموجود أمامي وببدأ أطلعه بصورة جديدة. أنا بحس بالواقع الأمامي حسب دراستي وحسب ثقافتي وحسب النفسية بتاعتي في الوقت اللي أنا بشوف فيه اللوحة. يعني ممكن في وقت أكون مبسوط مثلا ومستريح نفسيا بعبر عن طريق الراحة النفسية اللي فيها. وقت مثلا أكون غير مستريح نفسيا برضه هينعكس على التعبير بتاعي. المهم أنا بطلع اللوحة بتاعتي في الحقيقة وبعرضها أمام المتلقي. أنا بشتغل وكل شغلي بالألوان الزيت وسكينة الباليتا. المتلقي لما يجي يشوف اللوحة طبعا هيشوفها هو بإحساسه هو وحسب برضه ثقافته وحسب حالته النفسية. فهنا المتلقي كل واحد بيلقي إحساسه هو على اللوحة حسب نفسيته هو في الوقت اللي بيشوف في اللوحة وحسب ثقافته وحسب ما هو شايف في اللوحة. فأنا مش لازم أشرح اللوحة أقول فيها كذا وكذا، لا، أنا بتركها للمتلقي هو اللي بيحكم عليها. ليه فيها هي هنا الحالة النفسية للمتلقي نفسه، فما أقدرش أفرض اللي هو إحساسي أنا عليه. محمود عليوة فنان تشكيلي. المعرض هنا من المعارض الجميلة جدا طبعا اللي فيها الفن متنوع. النهارده بقابل الفنان التشكيلي حسني عطايا من احدى الفنانين العظماء، توفاه الله من حوالي اسبوعين يعني، وكنت اتمنى انه يكون موجود في المعرض، وهو كان رسم لي البورتريه دوت. المعرض دم العديد من الفنون، في نحت، في شغل هاندي ميد كتير بره، في رسومات كتيرة. عندنا الأطفال اشتركوا برضو، وعندنا ذو القدرات الخاصة، وإن شاء الله في معارض قادمة في النقابة في أماكن جديدة. وبشكر الجميع، شكرا جزيلا.